السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بكم أبطال. تقييم الأسبوع الرابع من صفحة 17 ل20. ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أول نشاط ده بيكون شفهي طبعا في الفصل وبينك وبين زمايلك، لأن مبيبقاش في مفيش كتابة مش تحريري. عبر شفهيا، يعني انت اللي هتقول. هنا اقرأ القصة وغير الحدث فيها. هو محدد لك من اول اخذها بقى، تبدأ انت تغيرها. تقول له فتركها ولم يأخذها وقال في نفسي انها ليست ذات قيمة. وبعدها وجد رجل بيبحث عن المحفظة فسألهم وقام باصطحابهم إلى مكانها لكنه لم يجدها، فحزن صاحب المحفظة وقدم اللوم على محمد وقال له من الواجب عليك أن تحتفظ بها وتأخذها وتبحث عن صاحبها. طيب برضو هنا مديك برضو قصة، بيقول لك قاعد قرأتها بقى ويغير الأحداث فيها. تغير من أول فقال في نفسه، وتبدأ تقول له فقال في نفسه لابد أن صاحب الكتاب سيبحث علي، فأخذ الكتاب واحتفظ به حتى تعرف على صاحبه. وبعد قليل جاء صاحب الكتاب فأعطاه سامي الكتاب فشكره شكرا كثيرا وفرح به وشكره على أمانته واهتمامه. الفكرة الرئيسية للنص طبعا هتقول له هنا نحن أبناء مصر مخلصين سنعيد أمجاد الوطن، هنا بالعزيمة والإصرار بنسبق ونسود، هنا نؤيد وطننا بالحق. عندك هنا نبنيه نشيده بمساوئ عكسها محاسن، تعبير مجازي هتقول له وطنه بالحق ايه نؤيده. هنا يا باشمهندس هتقول له أعيد أمجاد وطني بالعلم والعمل والتحلي بالأخلاق الكريمة، وأسعى جاهدا في عملي ودراستي حتى أساعد وأعمل على تقدمه ورفعته. نحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، حيث صور الشاعر المآثر بزينة بتزين الوطن وبيدل على أهمية الأخلاق والعمل الجاد. هنا هتقول له مساعينا، عندك القبح عكس نزينه، تعبير مجازي وضحاها عرشا. اشرح البيتين. هتقول له ان احنا بنحسن وطننا ونجمله باخلاقنا الطيبه وعملنا الجاد وسعينا المستمر. اكتب فقرة عن دور الشباب. هتقول له تقوم نهضة الأوطان على أكتاف الشباب بسعيهم الجاد المستمر وتحليهم بالأخلاق الطيبة. خلاص، دي بيقول لك اكتب البيت الشعري اهو. هتقول له نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا. دي صفحة 18. صفحة 19 الباطل نكون أسياد عظماء. هتقول له مسعى. هنا هتقول له نحن أبناء مصر بالعزيمة والإصرار بنسود ونسبق غيرنا ونعيد أمجاد الوطن العظيم. هنا هتقول له صور الوطن بملك عظيم بيلبس التاج. هنا هتغير القصة وتبدأ تقول له من أول سيأخذها صاحبها. تقول له لن أتركها لأنني لو تركتها فسوف تنكسر، فأخذها وبدأ يبحث عن صاحبها. وبعد قليل جاء صاحبها فأعطاها له ففرح صاحبها وشكر ساهر على أمانته واهتمامه وأصبح صديقين. وهاج يعني شديد اللمعان، مآسر يعني مأسرة، محاسن تقول له حسنة. يدعو إلى مواصلة السعي والعمل، تكرار سعي بيؤكد على ضرورة العمل من أجل تقدم الوطن. هنا هتقول له ذات صباح لاحظوا نشر أخبار مفرحة عن مصر في الصحف الإلكترونية فشعروا بالسعادة والفخر وقرروا أن يشاركوا الصحف الفرحة بافتتاح المتحف المصري الكبير، فأكد لهم معلمهم على ضرورة المشاركة من أجل مصر. وطبعا هنا وليثبتوا للعالم كله أن مصر عظيمة. دي كانت صفحة 19. يلا بينا على صفحة 20. هنا هتقول له أصيل، هنا هتقول له تيجان، هنا شيدة. هنا هتقول له ضرورة الحفاظ على مكانة مصر تظل أعظم بلاد الدنيا. أسلوب أمر بيحس الشاعر فيها على جعل مصر وطننا نفخر به جميعا. هتقول من أول لاحظوا شائعات وتكتب وذات يوم لاحظوا أن الصحف والمجلات بدأت تنتشر عن تقدم مصر الملحوظ في عالم الرياضة، فشعروا بالفخر والسعادة. فاقترح أحد الأصدقاء التخطيط وعمل حملات مماثلة لتعظيم دور مصر في الرياضة واهتمامها بالرياضيين ومشاركتهم وشاركهم في ذلك مدربهم في النادي، ونظموا حملة إعلانية على صفحات التواصل الاجتماعي وتواصل معهم الكثير، فنالت هذه الحملة إعجاب كثير من الجميع. وكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا أبطال. مع السلامة.